السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مربى فراولة. بما ان الفراولة خلاص كل سنة وانتم طيبين ابتدت تظهر وكده، فدي كانت عندي في الفريزر. ده حوالي كيلو فراولة، فقلنا ايه نعمله مربى. بص، انا ما بحبهاش اللي هي تبقى صحيحة، احب يعني اديها ضربة كده بسيطة في الكبة. بص يا حبيبي، احنا مش بنضربها يعني نفرمها قوي، لا انا عايزاها كاننا بنقطعها حتت قطع صغيره كده بالسكينه، يعني يا دوب ضربه بس كده في الكبه. بس كده. بص يعني فيها برضو قطع فراوله، يعني بنضربها حاجه ايه بسيطه كده، تاخد ضربه بس كده كويس. ده قلنا حوالي كيلو فراوله، بنحط عليه حوالي دول 3 كوبايات سكر. اللي عايز يقلل طبعا شويه يقلل. كويس، نقلبهم كده حلو مع بعض. ونحط دي عصرة ليمونة واحدة بس، هنحطهم هنا برضو على الفراولة والسكر ونقلبهم كده. ممكن نسيبهم شوية كده لحد السكر ما يدوب خالص ويتجانسوا كلهم مع بعض، وممكن نحطها على النار عادي. في الحالتين النتيجة ان شاء الله هتدينا نتيجة كويسة كده. يلا بينا بقى على البوتاجاز. هنا يا حبايبي حطيناها كده على النار من غير اي اضافات تاني ولا ميه ولا حاجه خالص. مفيش اكتر من الفراوله والسكر والليمون بس، يا دوب تغلي ونوطي عليها خالص ونشوف، يعني هنبص عليها كل شويه مع بعض. يا دوب تغلي بس كده ونوطي عليها. بصي حبايبي، كده تقريبا عدى ربع ساعه. في هنا طبعا هيظهر ريم، هنحاول نشيل الريم كله كده. نشيله بالراحة خالص كده. كده يا حبايبي خلاص شلنا الريم كله اللي على المربى. هي تقريبا خلاص كده يعتبر يعني خلاص هطفي عليها، يعني ما خدتش كلها على بعضيها، نص ساعة على بعض. كده حبايبي خلاص شلناها من على البوتاجاز. بصوا كده سمكها جميل، وفيها قطع اللي هي الفراولة، مش عايزه اقول لكم طعمها والله احلى من الجاهز. كده كمان بس لسه طريه شويه عشان لسه شايلاها من على النار. بصوا قطع الفراوله وطعمها جميل قوي، وان شاء الله باذن الله تجربوها وباذن الله تعجبكم. طبعا المربى بناكلها مع زبده، مع قشطه، لوحديها كده سندوتشات. جربوها وباذن الله تعجبكم، وما ننساش لايك وشير وسبسكرايب، وبألف هنا وشفا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.